الشكل النهائي لاكلتنا. طبعا السلطه الخطيره، الفراخ الزبده خطيره جدا، طبعا الملوخيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا النهارده في فيديو جديد. طبعا انا دلوقتي هعمل اكله كل الناس بتحبها في مصر وكل الناس عارفينها، هي المحشي. وهنعمل ملوخيه وهنعمل فراخ مشويه. لا بالزبده بقى، دي بقى ايه تريك. فراخ جديده كده هتدي طعم حلو قوي، وهتبقى مقرمشه من بره وتبقى طريه من جوه. ازاي بقى؟ محدش يعرف. هنعرف دلوقتي هتعمل ازاي. معانا معلقتين صلصه، دبس رمان، معانا خضره محشي. معانا تخديعه المحشي اللي هي جبنا بصلتين قطعناهم وحطينا عليهم معلقه ثوم مفروم وقلبناهم، وحطينا عليهم معلقتين صلصه. بعد كده حطينا عليهم طماطم مضروبه في الخلاط وعليها قرن فلفل حامي. ماشي، نكمل بقى. معانا رز وقرن فلفل متقطع، ومعانا كمان بهارات احمد، بهارات محشي وبابريكا وكزبره ناشفه، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، ملح النعناع. طبعا مهم جدا النعناع. ومعانا كوبايه زيت. تمام. يلا اول حاجه هنحطها اول حاجه على الفول. طبعا قبل اي حاجه لازم تصلوا على النبي. مش كل واحد. يلا اول حاجه حطينا الصلصه معلقتين، بعد كده التخديعه اللي قلنا عليها البصل والثوم كده كويس يا ماما. كفايه. يلا قلب. احط بقى الرز والبهارات بتاعتي. لازم كده معانا عشان ايه؟ طيب يبقى هنا هنبدأ انا واخويا نقلب. انت لوحدك ماشي. طبعا دبس الرمان ده انا مش بجيبه جاهز، انا بعمله. هو اهم حاجه في المحشي، يعني بيبقى خطير جدا في المحشي. وان شاء الله هبقى اعمل فيديو بيه. بصوا يا شباب بقى، هنقلب ونرجع. جبنا كله وجبنا حله حطيت فيها بصله متقطعه حلقات، طبعا عشان المحشي ما يتحرقش. ونبتدي نحشي المحشي. هنحشي معانا يا ماما. ماشي. يلا برافو. ده احطها هنا في الحله كده كويس. كويس يعني. ماما روح خدي معلقه.
طبعا اثناء غلي الشوربه هنحط معلقه ثوم، معلقه ثوم ني، و حبه سكر. السكر ده مهم جدا، سكر، نحط سكر بس كده. وبعد كده نحط بقى الملوخيه. يلا نحط طبعا الملوخيه. السكر ده عشان يحافظ على خضرها. قلب بقى احنا في المضرب. يلا بابا. تمام. في الوقت ده معايا برضه هنا الزبده. هات يا احمد الثوم، الثوم، الثوم اللي حاطين الثوم كله. طبعا الثوم هحط عليه الملح والكزبره. كده على الملوخيه اقلب. طبعا بقيت بالشكل ده. تمام. هبتدي ان انا طبعا ده الشكل النهائي لاكلتنا. طبعا السلطه الخطيره، الفراخ الزبده خطيره جدا، طبعا الملوخيه والمحشي. طبعا بقى قبل ما ننهي اي حاجه، لايك وسبسكرايب واحلى كومنت. سيبونا بقى عشان نتغدى. بكره ما يشوفوا كده.